اهلا بيكم في درس جديد من دروس توبولوجي بالعربي. في الدرس ده هنتكلم على التو تراينجلز. لو انا عندي تو تراينجلز في نفس المش او في المنطقه اللي انا عايز اعدل فيها التوبولوجي، والتو تراينجلز دول قريبين من بعض، ازاي اقدر اتعامل معاهم؟ ازاي اقدر اسيطر عليهم؟ ازاي اقدر اشيلهم خالص او احولهم لكوادز؟ نفس الطرق اللي احنا استخدمناها في السنجل تراينجل اللي كانت موجوده في توبولوجي بالعربي الجزء الثالث هنستخدمها برضو في الدرس ده، ويمكن نضيف عليهم كمان اساليب مختلفه. الاساليب دي مهمه جدا لان كل حاله بتواجهك في كل مش انت بتشتغل عليه ليها طريقه معينه، ممكن تلاقي ان هي دي اللي تنفع عشان تعدل التوبولوجي بتاعك. قبل ما ابتدي كمان في الدرس حابب اقول لكم ان اخر الفيديو خالص هيبقى فيه سمري كده او ملخص للدرس القادم. الدرس القادم هنتكلم فيه على الريدايركتنج او ازاي نحول مسار التوبولوجي زي ما احنا عايزين. انا ليه بعمل كده المره دي؟ عشان انا حابب ان احنا ناخد الثلاث دروس مع بعض نستفيد بيهم، عشان نبقى فاهمين احنا ليه بنتعلم التوبولوجي وازاي نقدر نستفيد من الكلام ده كله في الريدايركتنج، واحنا اصلا بنعمل ريدايركتنج ليه. فارجو ان انت تكمل الفيديو للاخر. يلا بينا نبتدي، بسم الله. لو مثلا عندي تو تراينجلز والتو تراينجلز دول باصين لبعض كده ومفيش حاجه بتربط ما بينهم غير فيرتكس واحده بس، ازاي اتصرف في الحاله دي؟ باجي اخش هنا على الايدجز مثلا، او اخش على الفيرتكس احسن، وممكن امسك الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي واقول له جي. كده هيعمل لي ايدج ما بين الفيرتكس التلاتة دول مع بعض، واجي امسك الايدج ده والايدج ده واقول له ديزولف، كنترول اكس، هيحول لي التراينجلز الى كوادز. طيب حاجة تانية، ممكن نعمل طريقة جديدة، طريقة ما شفناهاش قبل كده في الدرس اللي فات، ان انا ممكن امسك التو فيسز دول واقول له انست، واخش لجوه كده شوية، وانا واقف زي ما انا كده اروح دايس ام عشان اعمل ميرج، بس هعمل كولابس. لما بعمل كولابس بيجمع لي كل الايدجز اللي هنا، بيخليهم كلهم مرتبطين بفيرتكس واحدة. اجي بنفس الطريقة وانا على الايدج اختار الايدج ده اللي هو عامل تو تراينجلز، قاسم الكواد ده لتو تراينجلز، والايدج ده والايدج ده والايدج ده هتلاقيهم عاملين العلامة دي كده الاتنين مع بعض باصين كأن هم 7 مثلا ولا حاجة، وتروح عامل كنترول اكس ديزولف. وممكن بطريقة تانية خالص اجي اقول ايه، والله بص سيبني بقى من كل العك ده، انا هخش على الفيسز، انا المنطقة دي عندي كلها معكوك. طب هعمل ايه؟ همسك الفيس ده وده، كل الفيسز اللي مسببه لي ازمه، واروح قايل له مش كنترول اكس، هقول له اكس، دلت لي الفيسز دي كلها. واجي اخش على الايدجز وامسك بالالت كليك، يختار لي كل اللوب ده، وبعدين اقول له كنترول اف عشان اختار جريد فيل بيعمل ايه؟ بيملى كل المساحه دي بوليجونز، بيوصل الايدجز ببعضها، بس الشرط الاساسي ان عدد الايدجز اللي هنا بيساوي اللي هنا واللي هنا بيساوي اللي هنا، عشان يعمل جريد فيل مظبوط ويحولهم لي لكواد زي ما انا عايز. طيب لو انا عندي بقى تو تراينجلز، والتو تراينجلز دول بص هنا الفرق، اولا باصين لبعض، تاني حاجه في ما بينهم بوليجونز، في ما بينهم صف من البوليجونز. طيب في الحاله دي اعمل ايه؟ ممكن بنفس الطريقه اختار النايف وامسك من هنا واوصل لهنا سبيس، واجي هنا امسك الايدجز، انا واقف على الايدجز لسه، اختار الايدج ده والايدج ده واقول له كنترول اكس ديزولف. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ نفس الكلام، تو تراينجلز متوصل ما بينهم ايدج في رو او صف في النص في بوليجونز، ممكن امسك الايدج اللي في النص ده، سواء ده كان ايدج او اكتر، يعني ممكن يكون الترينجل ده بعيد شويه وفي اكتر من رو هنا، همسك الايدجز اللي في النص سواء كان واحد او اكتر، احنا في المثال ده عندنا واحد، واقول له كنترول بي، عايز اعمل بيفل، واوسع البيفل كده شويه. هاجي هنا
وانا على الايدجز برضو انا بتاكد بس، اجي اختار الايدج ده والايدج ده وهعمل لهم ديزولف. طب ليه هتعمل لهم ديزولف؟ لان انت لو خدت بالك لو احنا على الفيسز بعد ما عملنا البيفل اصبح الفيس ده مش 4 سايدز، امال ايه؟ اصبح انجون في 1 2 3 4 5. واحنا اتفقنا قبل كده ان البوليجون اللي فيه اكتر من 4 ايدجز بيبقى اسمه انجونز. فهاجي هنا على الايدجز وامسك الايدج ده والايدج ده، ولما اعمل له ديزولف ايه اللي هيحصل؟ الاثنين دول الايدج ده هيتشال والفيرتكس دي هتتشال، فالاثنين دول هيبقوا واحد. كنترول اكس هيبقى عندي كله بوليجون واحد. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ ممكن اخد الرنج ده كله، يعني ممكن اخد الايدج ده وادوس كنترول والت يختار لي كل الرنج ده. ممكن ادوس شيفت كنترول الت تاني مع شيفت عشان يختار لي بقيه الرنج اللي الناحيه التانيه، واقول له ميرج كولابس. هيعمل ايه؟ هيشيل الايدجز اللي كانت فوق والايدجز اللي كانت تحت ويعمل ايدج جديد في النص، او بمعنى ادق هيعمل كانه بيعمل ميرج للايدجز دي ات سنتر، فبيشيل شويه ايدجز ويسيب لي ده كله كواد زي ما احنا عايزين. طيب لو انا بقى كده مثلا عندي 2 تراينجلز برضو، بس ال2 تراينجلز كل واحد فيهم باصص في اتجاه مختلف عن التاني، اقدر اعمل ايه؟ بمنتهى البساطة ممكن برضو اجي هنا وانا على الايدجز واروح مثلا ماسك الايدج ده وماسك الايدج ده واقول له ميرج كولابس. تاني انا عارف ان انت ممكن ترجع وتروح، بس انا عايز اشرحها لك بدل ما تطلع قدام وترجع لورا على اليوتيوب. مثلا انا عايز اشرحها لك ازاي. عايز اقول لك ان احنا لما هنعمل كولابس الفيرتكس دي مع الفيرتكس دي هينضموا هما الاثنين مع بعض في النص كانه ميرج ات سنتر، والفيرتكس دي مع الفيرتكس دي، بس احنا ماسكين الايدجز عشان نمسك التو فيرتكس مع بعض. ميرج كولابس وحدهم. طيب ايه اللي ممكن اعمله تاني؟ ممكن تعمل حاجة مهمة جدا وهتستخدمها كتير من اكتر الطرق اللي احنا بنستخدمها. ممكن تيجي على النايف وتيجي تمسك الايدج ده وتوصله بالايدج ده، بس كده. بس كده ايه؟ طب ما هو ده تريانجل، مين قال لك ان ده تريانجل؟ ليه بقى؟ لو جيت دخلت هنا على الفيرتكس هتلاقي ان الايدج ده احنا عملنا له سب ديفايد. لما حطينا هنا ايدج بالنايف عملنا له سب ديفايد، فبقى عندنا هنا ايدج التاني التالت الرابع 1 2 3 4، وده نفس الكلام. وساعات بنيجي نروح دايسين جي ونحرك ده كده شويه ونمسك ده جي نحرك ده كده شويه عشان يبقوا باينين بالنسبه لنا، او نحركهم في بعض الاحيان بنحركهم بالشكل ده. خليني بس كده امسك الفيرتكس دي والفيرتكس دي. انا عايز اعدل حاجه صغيره جدا، ميرج ات سنتر، وده شيفت ار عشان يعمل لي اخر امر. ممكن اجي امسك الايدج ده ودليته. انا بس ايه؟ عايز افضي الحته دي، عايز افضي المساحه دي. لو انا جيت دلوقتي هنا وعندي 2 تراينجلز، انا يعني عملت كل الكلام ده عشان الحته دي عايز اشرحها لك مظبوط. لو انا عندي 2 تراينجلز والاثنين دول برضو نفس الطريقه، كل واحد فيهم باصص في اتجاه مختلف، بس انا هستخدم على عرض المش كله بتاعي. ممكن اعمل كليك على الايدج ده، الت كليك عشان اختار كل الايدجز دي، شيفت الت شيفت واختار الايدج ده كمان، واروح اعمل له ايه. بس يعني الطريقه دي ان انا هختار الايدجز كلها لغايه اخر المش. لو انت عندك الكيس دي هعمل ايه بقى؟ هعمل كنترول بي، هعمل بيفل، يعني مش عايز اكبره قوي كده، هعمل بيفل. فهو كده بيعمل ايه؟ بيعمل لي ايدجز زياده وبيعمل لي فيسز زياده. واجي هنا لو انا على الفيسز هاجي هنا الاقي ده بقى انجون اهو، الايدجز بتاعته 5، وده نفس الكلام وده نفس الكلام وده نفس الكلام. طيب هتعمل ايه؟ همسك الايدجز وهاجي امسك الايدج ده وامسك الايدج ده واقول له كنترول اكس، اعمل له ديزولف، اتحول كل ده
الى كوادز زي ما انا متوقع. نفس الكلام بس المرة دي انا هشاركك حاجة كده مفيش ناس بتتكلم فيها كتير. اجي هنا واعمل رايت كليك واقول له تريانجليت فيسز اللي هي اختصارها كنترول تي. ايه بقى تريانجليت فيسز؟ بدوس كنترول تي بيحول لي الكواد الى تريانجل، تو تريانجلز. طيب ما عملت كده كسبنا ايه بقى؟ اقول لك تعال نمسك الايدج ده ونمسك الايدج ده. تخيل معايا لو الاتنين دول مش موجودين، ايه اللي هيحصل؟ هنعمل لهم ديزولف، كنترول اكس ديزولف. مش ده كواد وده كواد، بس الفكرة هنا ان احنا عملنا حاجة اسمها ريدايركت. ليه؟ لان انت دلوقتي لو جيت مسكت الفيسز دي، جيت في النص كده ومسكت الفيسز دي، بص بقى ماشي ازاي. تعال امسك ده كده، بص ده بقى ماشي ازاي، بقى ماشي بشكل مختلف. انت احيانا ممكن يكون انت عايز تعمل مسار محدد، وده زي ما قلت لك ده اللي احنا هنتكلم عليه في الدرس اللي جاي، اللي مهم جدا جدا. بس كان لازم ان انا اشرح لك الحاجات دي كلها عشان تقدر تستوعب واحدة واحدة معايا وتوصل للي انا نفسي ان انت توصل. دي طريقة تانية عشان تعدل التو تراينجلز وتخليهم كواد. واحنا على الفيسز تعالى نعمل ده كمان. ممكن اختار الفيس ده والفيس ده واقول له كنترول تي عشان يعمل تراينجليت، واجي امسك وانا على الايدجز، احنا بنكرر نفس الكلام تاني، واجي امسك الايدج ده مع الايدج ده واقول له وده كمان واقول له كنترول اكس عشان يعمل لي كواد. الله، بس انت هنا انت اجبرتني ان هو يعني يمشي الناحيه دي، انا مش عايزه يمشي الناحيه دي، انا عايزه يمشي الناحيه التانية. اقول لك ماشي، بسيطه. تعال اقول لك تعمل ايه. ممكن تمسك الايدج ده والايدج ده وتعمل رايت كليك وتقول له روتيت ايدج كلوك وايز. روتيت ايدج دي ده سحر، سحر بمعنى كلمة سحر. اما تشوفه في الدرس اللي جاي هتلاقي فعلا ان ده سحر. اقول له روتيت، واحنا متعودين شيفت ار هيفضل ايه يغير لي ما بينهم، ممكن يلف لو كان يسمح يلف هيلف. واجي اختار الايدج ده مع الايدج ده مع الايدج ده واقول له ديزولف لو سمحت، عوج لي الفلو بتاعي، خلاه يمشي الناحية دي بدل ما كان ماشي الناحية دي. لو انا حبيت اغيره اهو ده كده ده كده واقول له رايت كليك روتيت ايدج كلوك وايز، فبقى عندي الفلو المرة دي الناحية دي بالشكل ده. دي الطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نعدل التو تراينجلز، نعدل التوبولوجي. وزي ما انت شايف هي طرق انا مش عايزك تحفظها حفظ كتاب، انا عايزك تفهمها وتكررها كتير عشان يبقى مرة في مرة في مرة هتقدر ان انت تبقى دي حاجة بديهية جواك، قادر تفهمها وتعملها بشكل تلقائي. تعال اقول لك مثلا هنا ممكن اجي امسك الايدج ده والايدج ده والايدج ده، اخر مثال معانا، واروح قايل له ايه رايت كليك سب ديفايد. ايه اللي حصل؟ اصبح ده كده عندي هنا الفيس ده كواد. عرفت منين؟ اهو 4 ايدجز، وهنا ده كواد وده كواد. انا قدرت اعدل القصه، قدرت اعدل التو تراينجلز ايا كان بقى، هم باصين لبعض هم مش باصين لبعض هم لازقين في بعض، ايا كانت هي ايه، عندي طرق معينه اقدر استخدمها. والطرق دي بمنتهى البساطه ان انا يا اما بشيل ايدجز يا اما بزود ايدجز. بشيل بقى بالكولابس، بزود بقى بان انا بعملهم جوين عن طريق الفيرتكس، او بعمل ايدجز جديده عن طريق النايف. تولز اللي عندي ايه عشان اعمل بيها ايه، ولكن هي بتدور حوالين كام حاجة زي ما انت شفتهم وتعرفت عليهم النهاردة. هي دي التولز اللي انا عايزك تتمرن عليها. التولز دي كل ما تتمرن عليها اكتر كل ما هتركز في دماغك اكتر، هتكون عندك حاجة اسمها الماسل ميموري، الذاكرة بتاعتك
العضله بتاعت الذاكره بتاعتك بيعتبروها عضله بتبتدي تحفظ الكلام ده بشكل تلقائي، بس بشرط ان انت تتمرن عليها اكتر من مره عشان تبقى محفوره في دماغك. بشكركم، وان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقه الجايه، وما تنسوش تتفرجوا على السمري الخاص بالحلقه الجايه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا لما باجي هنا وادوس مثلا الت ليفت كليك بيختار لي كل الايدجز دي. طب اشمعنى اختار لي الفيسز دي؟ لو افترضنا مثلا ان انا عايز امشي من هنا كده، الفلو بتاعي عايز اخليه يمشي من هنا كده ويجي هنا ويعكس ويخش الناحيه دي، هعمل ايه؟ الطريقه دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي اوبشن يخليني اقدر اروتيت الايدج ده. والفايده بتاعت الريدايركتنج ان انت بتقدر في الاخر تقدر تستخدم التولز اللي موجوده في البرنامج، سواء بقى كان ده بلندر، مايا، 3 دي ماكس، سينما 4 دي، ايا كان التوبولوجي واحد.